بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن شاء الله راح نشرح الدرس حروف التفخيم والترقيق من كتاب التلاوة والتجويد للصف السابع. إن شاء الله قبل ما نقرأ الأمثلة راح ندخل بالقاعدة على بسرعة حتى ما نقرأ الأمثلة ويكون الطالب مش فاهم. الآن يا طلاب، حروف اللغة العربية 28 حرف ينقسم إلى حروف مفخمة وحروف مرققة. يعني حروف اللغة العربية 28 حرف ينقسم إلى حروف مفخمة وحروف مرققة. إيش التفخيم وإيش الترقيق؟ التفخيم هو تغليظ الحرف عند النطق به، تغليظ الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. أنت لما تحكي الحرف من حروف التفخيم بتحس إنه في صدى في جوا الفم داخل الفم، وكأنه الحرف هيك مغلظ، كأنه الحرف مغلظ. أما الترقيق هو تنحيف الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. تنحيف الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. طب إيش هي حروف التفخيم؟ حروف التفخيم 7 مجموعة ب3 كلمات: خصة، ضغط، قذ. خصة، ضغط، قذ. إيش من الحروف؟ خ، الصا، الضا، الغين، الطاء، القاف، الظاء. مجموعة ب3 كلمات: خص، ضغط، قذ، حتى طالب ما ينساها. طب حروف الترقيق هي باقي الحروف عدا حروف السبعة هذه. باقي الحروف عدا الحروف السبعة هذه. فيها يا طلاب في 3 حروف أحيانا يرققوا وأحيانا يفخموا. يعني حروف ترقق أحيانا وتفخم أحيانا هم 3 حروف: اللام، لام الجلالة، لام الجلالة، والألف والراء. لام الجلالة يعني لام كلمة الله، والراء والألف. الراء راح تاخدوها مفصلة في الصف الثامن. راح ناخد إحنا لام الجلالة، راح ناخد الألف، وراح ناخد غنة الإخفاء. غنة الإخفاء، وهذا أصعب درس إن شاء الله راح نشرح لكم إياه بكل سهولة. إذن يا طلاب، التفخيم هو تغليظ الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. يعني لو أنا حكيت حرف الخاء: إخ، إص، إض، إغ، إط، إق، إض، هدول الحروف بتحس إنه في صدى بالفم. طب الحروف الثانية مثلا حرف الهاء: إه، بتلاقي كل الحروف كل الهواء طلع من الفم، ما فيش صدى. مثلا حرف الإس، حرف السين: إس، كل الهواء طلع من الفم. حرف العين: إع، كل الهواء طلع من وين؟ من الفم. يعني هيك يا طلاب أخذنا تعريف التفخيم، أخذنا تعريف الترقيق، عرفنا حروف التفخيم دائما، عرفنا حروف الترقيق دائما، وعرفنا الحروف اللي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. طب لو نظرنا إلى الأمثلة: طه، طه من حروف التفخيم. طه هي خصة، ضغط، ضغط. طه هي من حروف التفخيم، إذا هي طه حرف تفخيم. طب الهاء مش من حروف التفخيم، خصة، ضغط، قذ، فيش هاء، إذا الهاء من حروف الترقيق. طيب لتشقى كلهم من حروف الترقيق. طب القاف من حروف التفخيم. طب يخشى كلهم من حروف الترقيق. أما الخاء من حروف التفخيم. طب يضحكون، يضحكون كلهم من حروف الترقيق. أما الضاء من حروف التفخيم. الغيب، إيش هو الحرف من حروف التفخيم؟ الغين، الغين. طيب يظلمون، أين حرف التفخيم؟ حرف الظاء. ممتاز. الآن طلاب هيك أخذنا القاعدة وأخذنا الأمثلة. هذا في تدريب: أصنف الحروف الواردة في الكلمات الآتية إلى حروف مفخمة وحروف مرققة. يعني هي في عندك 4 كلمات. إيش هي الحروف المفخمة وإيش هي الحروف المرققة؟ طيب مستقيم كل حروف مرققة إلا القاف حرف مفخم. طيب كلمة صراط هاي في الصا وفي الطاء من حروف التفخيم. طب الراء هنا أيضا مفخمة، ولكن راح ناخدها بصف الثامن. راح نحكي إيش هي الحالات اللي تكون فيها مفخمة. طيب زيغ، الغاء مفخمة، أما الزين والياء، الزاي والياء مرققين. طب أخاه، الخاء مفخمة، أما الحروف الثانية مرققة. هيك يا طلاب إحنا عرفنا حل التدريب هذا.
الآن فيها أعرف التفخيم، حكينا تغليظ الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. طيب حروف الترقيق، ما هو الترقيق؟ هو تنحيف الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. السؤال الثالث، حروف التفخيم دائما خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. طب اكتب مثال لكل مما يأتي. كلمة في القرآن جمع فيها جميع حروفها مرققة، كلمة أنزلنا مثلا، كلمة أنزلنا كلها مرققة. طيب كلمة في القرآن جمعت حرفين أو أكثر من حروف التفخيم، في كلمة صراط، صراط حرفين صا والطاء، طريق الطاء والقاء، غليظ الغين والظاء، أي حرفين في كلمة واحدة. هيك طلاب احنا شرحنا الدرس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم أستاذ سلامة أبو